اهلا بيكم في برنامجنا الجديد رحله في كنيستي. البرنامج ده يا جماعه بيتكلم عن الطقس، طقس كنيستنا. كتير مننا نفسه يفهم ده ليه بيحصل جوه الكنيسه، وعشان ايه ده بيتعمل، ليه الصوم، ليه الحركات اللي بتحصل داخل الكنيسه، ليه اشكال الكنيسه. كل دي حاجات انا قبلكم نفسي اعرفها. فاحنا هنتكلم في برنامجنا عن رحله في كنيستي مع مستر كوكو. هلو يا مستر، ازيك يا عامل مارينا، ايه؟ عامله ايه؟ ومستر كوكو من احلى الناس اللي اتكلمنا لا، عن ما طقس تقوليش كده. كنيستنا الارثوذكسيه. فبما اننا في الصوم الكبير هنعرف مقدمه عن الطقس، وبالمره نتعلم طقس الصوم الكبير. ازيك يا مستر كوكو؟ عامله ايه يا مارينا؟ اخبارك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزين نعرف يعني ايه طقس. في الاول كده احنا هنتكلم عن الطقس، فنعرف ايه هو الطقس بالكلمه القبطي. طقس يعني تقسيس، ودي كلمه معناها نظام او ترتيب. والكنيسه حطت الطقس ده عشان ما تبقاش ماشيه كده كل واحد مع نفسه، عشان يتمنع التشويش ان ما يبقاش حد بيصلي لوحده، يبقى الكنيسه كلها ماشيه بنظام واحد وترتيب واحد طول السنه، من أوكي. اول يوم في السنه لحد اخر يوم. وكل حركه بتتعمل في الكنيسه ليها معنى من الكتاب المقدس وليها رمز، وكل تفصيله ليها حاجه جميل هنبقى قوي. نعرفها بعد كده مع بعض. جميل قوي، يعني اصلا الطقس ده مأخوذ من الكتاب المقدس، مش احنا يعني ايه عملناه لا، كده. من الكتاب المقدس ومن دسكولية وتسليم تسليم الآباء. الآباء كل الرسل. الحاجات من زمان من تسلمناها بنعملها في الكنيسة. جميل قوي، يعني الطقس هو حاجة الكنيسة أجمعت عليها ترتيب ونظام للصلوات اللي بتتم في الكنيسة. أيوة تمام كده. حلو قوي. طيب، عايزين بقى يعني بما اننا في الصوم الكبير نعرف تاريخ الصوم الكبير ده اتعمل ازاي او يتجمع ازاي، يعني حتة حلوة عايزين نفهمها. الصيام الكبير ده بقى حكايته حكاية من زمان قوي، من بداية القرون الأولى، وكان بيتصام. ممكن الناس تصوم يوم واحد اللي هو يوم جمعة الآلام، ويفطروا يوم العيد يوم حد القيامة. بعد كده بس كده؟ بس كده، هو يوم الجمعة بس. جميل قوي. بس بعد كده قالوا لا، ممكن يصوموا الجمعة والسبت ويفطروا يوم العيد. زودوا يعني. زودوا يوم. وكانوا بعض الناس بتصوم المجمل 40 ساعة اللي قعدهم المسيح في القبر، من يوم جمعة الآلام الساعة 12 لحد الفجر يوم الحد. دول تمام. يتحسبوا يطلعوا 40 ساعة. تمام. فزي ال40 الصيام اللي المسيح صامهم في الجبل. فجي بعد كده قالوا لا، احنا ممكن نصوم الصيام الكبير دوت من تاني يوم عيد الغطاس. ده بعد كده اتطور ان هم يصوموا الصيام الكبير من تاني يوم عيد الغطاس. الآية برضو في الإنجيل اللي هي بتقول بعد ما المسيح صعد من الماء صعد إلى الجبل وجرب من إبليس وكده. فكانت دي بداية صيام المسيح، ان هو صام 40 يوم عننا من بعد ما اتعمد. صحيح. عشان كده زمان كانوا بيصوموا الصيام الكبير لمدة 40 يوم من تاني يوم عيد الغطاس. تمام، يعني يصوموا 40 يوم وبعد كده بقى تنتهي بالعيد. لا، هقول لك، هما بيصوموا 40 يوم من يوم عيد الغطاس اللي هو بيكون يوم 11 طوبة، ده يوم عيد الغطاس. تاني يوم 12 طوبة بيصوموا الصيام ال40 يوم لحد يوم 22 أمشير. دول ال40 يوم وبيفطروا، وبعد كده يصوموا أسبوع الآلام. كان في مقولة أو حد يعني بيقول إن زمان ما كانوش بيصوموا أسبوع الآلام ده غير مرة كل 33 سنة. فكده في أجيال بتطلع وهي ما بتصومش أسبوع الآلام وما بتحتفلش بيه أصلا. لكن الكلام ده مش مظبوط يعني. دي معلومة مش صح. احنا مش متأكدين، بس هو في بعض الكتب بتقول كده. ان هو زمان كانوا بيصوموا كل اسبوع الالام كل 33 سنه. بس اللي انا فهمته منك ان هما بيصوموا من تاني يوم عيد الغطاس 40 يوم ويفطروا، بعد كده يجي وقت اسبوع الالام يصوموه، بعد كده يفطروا على العيد. يفطروا على العيد. هم بيصوموا اسبوع الالام دوت لحد من يوم عيد الفصح. يعني يوم عيد الفصح عند اليهود اللي هو بيبقى يوم 14 نيسان. تمام. فاحنا بالحد الذي يليه لعيد الفصح هو بيبقى عيد القيامه. احنا ما ينفعش نعيد معاهم يوم العيد بتاعهم اللي هو يوم عيد الفصح او قبل يوم، احنا الحد اللي بعديه. الحد الذي يلي عيد الفصح، وهي مكتوبه كده في الدسكوليه. جميل. تمام. فجي بقى البابا ديمتريوس الكرام لقى ان احنا بنصوم 40 يوم وبنفطر وبنرجع نصوم تاني. أيوة. فده بيكسر روحانيه الصوم. يعني الصيام الكبير بيبقى كله روحانيه وصلوات وطقوس وحاجات حلوه، فبنكسره بالفطار وتاني يوم نرجع نصوم تاني. يعني مثلا نبقى واكلين لحمه وفراخ وتاني يوم حد الشعانين نصوم اسبوع الالام. فدي بتبقى مش حاجه لذيذه. فهو بعت رسائل للباباوات اللي كانت موجوده في الوقت ده في القرن الثالث، وان هم يجمعوا العيد مع الصيام ال40 يوم.
عمل حساب اسمه الحساب الأباقطي. هو ده البابا ديمتريوس الكرام البابا اللي ديمتريوس عمله؟ هو عمل الحساب ده. اوكي. وكان بيشوف الحد اللي قبل الحد اللي هو حد عيد الفصح، الحد الذي يليه هو عيد القيامة، فمن بيحسب بقى بعدها فترة الصيام، قبلها كده فترة الصيام. جميل قوي. فاحنا بنصوم الصيام ظبط الكبير الموضوع. بيبقى متغير كل سنة علشان حتة الحساب الأباقطي دي ممكن نبقى ناخدها بعد كده في مرة. ماشي. فبقى الصيام الكبير بنصومه من الحد العيد القيامة بيجي الحد الذي يلي الفصح، وقبليه بيبقى ب 40 يوم الصيام الكبير. جميل قوي. وجه في مجمع نقيا هم اكدوا الكلام دوت، وبقى بنصومه في الشكل اللي احنا بنصومه دلوقتي. حلو قوي. طب هنا بقى بيحضرني بقى سؤال تاني هسأله لك. هو ايه بقى؟ انت قلت لي 40 واسبوع الالام. تمام. اسبوع الاستعداد ده تاريخه ايه؟ اسبوع الاستعداد ده وليه برضو اصلا بنصومه؟ ليه؟ هو حكايته حكايه برضو. في ناس بتقول ان اسبوع الاستعداد ده هو اسمه اسبوع هرقل. هرقل. ليه؟ هرقل دوت كان امبراطور في روما تقريبا زمان، يعني في ايام زمان في القرون الاولى. سمعت عنه. فكان ادى عهد لليهود بتوع روما ان هو مش هيعمل لهم اي حاجه، ولا يقتلهم ولا يعذبهم ولا يعمل لهم اي شر. فجه في مره هو كان رايح اورشليم، لقى اليهود هدموا كنايس المسيحيين اللي في روما. فالمسيحيين قالوا له ايه اقتل اليهود واحنا هنصوم عنك اسبوع. هو كان واخد عهد ان هو مش هيعمل حاجه لليهود، فهم قالوا له كده احنا هنصوم الاسبوع ده مكانك، بس انت اقتل لنا اليهود، او يعني جيب لنا حقنا منهم. تمام. طبعا الكلام ده غلط، لان احنا ما عندناش انت بتفاجئني كل شويه تقول لي حاجه وتقول لي غلط. ما انا نعرف الحاجات الصح الغلط بعدين نشوف ايه الصح. صح. بس هو الكلام ده غلط ليه؟ لان احنا ما عندناش في المسيحيه خالص اي حاجه تقول ان احنا نصوم علشان نكفر عن جريمه حد. صح. حتى الصيام المسيحي لما احنا بنصوم عشانه هو، مش عشان ان احنا نكفر على جريمه هرقل ده. فالكلام ده مش مظبوط خالص. ماشي. فده بعض الناس بتقول كده، وموجود في بعض الكتب، بس مش مظبوط. تاني حاجه بيقولوا ان هو المتمم لل40 يوم اللي صامهم المسيح في الجبل. ليه؟ انت عندك الصيام الكبير كام اسبوع؟ يبقوا 7 اسابيع، ال40 المقدسه. صحيح. 7 اسابيع دول احنا بنصوم 5 ايام وبنفطر يومين. 5 ايام انقطاع، والسبت والحد دول بيبقوا فطار عادي. ماشي. ف5 في 7 ب35 يوم. و5 ايام بتوع اسبوع الاستعداد يبقوا كده ال40 يوم. فده كده ال40 يوم المتممين للصيام اللي المسيح صامه. ماشي. ده برضو آراء بعض الناس. تالت حاجة بيقولوا ان هو تعويض للثبوت اللي ما بنصومهاش في الصيام الكبير. تعويض للثبوت، يبقى اسبوع الاستعداد ده بنعوض الثبوت اللي احنا ما بنصومش فيها ان احنا نصومها في الاول. بس برضو الكلام دوت يعني مش صح قوي، لان احنا لو حسبنا احنا عندنا في الصيام الكبير 6 ثبوت. واحنا اسبوع الاستعداد 5 ايام اللي بنصومها من قطاعي، فكده في يوم ناقص. حلو. يبقى اديني بقى الصح بتاعها. الصح بقى اسبوع الاستعداد بنصومه ليه؟ هقول لك بقى. احنا عندنا الصيام الكبير 8 اسابيع. هم 7 رقم اللي هو ايه؟ يعني ايه رقم 7 في الكنيسة؟ الكمال تقريبا. رقم الموت في الايام ان هو الكمال ربنا. بس هو رقم الموت لان هو يوم السبت كان فيه الراحة، وده يوم الموت. اليوم الثامن هو يوم القيامة. يوم الرب. ماشي. فلما بابا ديمتريوس الكرام حسبها، لقى ان احنا لازم يبقى اليوم الثامن او الاسبوع الثامن اللي هو الحد الثامن وحد القيامة. ما ينفعش يبقى الحد اللي قبليه اللي هو السابع. ايوه الثامن. عشان كده ضاف اسبوع الاستعداد ده. يعني ده الصح بتاعه. ده الصح، وده اللي يعني زي ما كلام الانبا رافائيل كان برضو قاله في برنامج قبل كده. ماشي. فاسبوع الاستعداد دوت لازم يتصام. ما فيش حاجه ان احنا ما بنصوموش، لا مش هنصومه عشان احنا بنستعد ولا بنهيئ للصيام. لا، هو زيه زي الصيام الكبير، ونفس طقسه ونفس طقس الصيام الكبير، وقداسته زي كل يوم في الصيام الكبير. حلو. فلازم يتصام. طب ممكن بقى تقول لي تقسيمه ال55 يوم تاني سريعا؟ طيب احنا عندنا ال55 يوم في الصيام الكبير بيتقسموا 7 ايام اسبوع الاستعداد. اوكي. وال40 يوم اللي صامهم المسيح عننا. ماشي. واسبوع الالام كام يوم؟ 7. طيب تجمعيهم لي كده يبقوا كام؟ 7 و7 14 و40 يبقى 54. طب في يوم ناقص. فين اليوم ده؟ احنا عايزين نعرفه بقى. اليوم ده بقى مش عارفه الاقيه. اليوم ده بقى هو يوم سبت العازر. سبت العازر؟ طب ما هو ده في الصيام؟ لا، سبت العازر هو الفاصل ما بين ال40 المقدسه واسبوع الالام. اسبوع الالام بيبدا من يوم حد الشعانين بالليل لحد يوم العيد. هم 7 ايام. لا ما صار. ماشي.
ما استوعبتهاش، قولها لي تاني. اقول لك تاني. اسبوع الالام بيبدا من يوم حد الشعانين لحد يوم العيد. ماشي. ده اسبوع الالام. اوكي. والاربعين المقدسه هم لما المسيح صامهم بينتهوا امتى؟ يوم جمعه ختام الصوم. ايوه صح، اسمها واسبوع ختام الصوم. الاستعداد هم 7 ايام. فانت تقصد فكده السبت ناقص اللي في يوم. النص؟ لا، سبت العازر. ايوه اللي هو في النص، اللي بعد هو ختام، بعد الجمعه ختام الصوم. بعد ختام الصوم وبين أوكي. اسبوعين. هو ده السبت الوحيد اللي زياده في ال 55 يوم. يا مستر كوكو. دي معلومه ما كانتش موجوده عند كل ايوه الناس. انا كنت عماله ادور على اليوم ده. انا عارفه اسبوعين و40 في يوم رايح فين. هو سبت العازر. وطقس صلاه سبت العازر مختلف عن الصيام وعن اسبوع الالام، بيتصلى سنوي. لا طب ما انت بقول لنا بقى طقس الصوم الكبير. نقول بقى الطقس الصوم الكبير، بس قبل ما نقول طقس الصوم الكبير احنا عايزين نعرف احنا عندنا كام طقس في الكنيسه. حلو ده. احنا عندنا السؤال ده كام حلو طقس في قوي. الكنيسه يا مارينا؟ فرايحي، ثانوي، حزيني، شعانيني، كيهكي. 5 هم. في واحد ناقص اللي هو الصيامي. الصيام ده بتاع الصيام بقى. ماشي. يبقى هم 6 طقوس، نقولهم تاني: حزيني وثانوي وكيهكي وشعانيني فريحي والصيامي. الصيام هناخد جديد الصيام. عليا. ماشي كويس، انا عرفت معلومه حلوه. الطقس الصيامي ده بقى بنصليه في مرتين في السنه. في الصيام الكبير وفي الصيام يونان. بس بنصلي الطقس ده في دول بس؟ يعني بقيه الصيامات لا. ماشي. الطقس الصيامي بنصليه في الصيام يونان وفي الصيام الكبير. حلو قوي. نفس الصلاه بتاعت صيام يونان هي نفس صلوات الطقس بتاعت الصيام الكبير بالظبط. ايوه. بيبقى فيه قداس، القداسات بتبقى متاخره. بيبقى فيه نبوات. صحيح. بيبقى فيه مطانيات. بيبقى فيه صلوات الأجبية كل الصلوات من 3 و6 و9 وغروب ونوم، كل حاجة. جميل. طيب احنا ممكن بقى نقسم الصيام الكبير لطقسين: طقس صيامي أيام وطقس سبوت وأحد. صيام أيام عادية غير السبت والحد اللي هو احنا مش بنصوم فيهم انقطاعي. مش بيبقى فيهم انقطاعي. طيب الصيام الأيام اللي هم 2 و3 و4 وخميس وجمعة. اوكي. السبت والحد دول اللي هم السبوت والأحد. الايام دول بنصلي فيهم نبوات، وبيبقى من اكتر الايام النبوات اللي بتتصلى في الصيام الكبير هي سفر اشعياء. كل صحيح. يوم في الصيام بنقرا من جزء من سفر اشعياء كل يوم. جميل قوي. وبيبقى فيه طبعا المطانيات، بيبقى فيه الطلبات، بيبقى فيه صلاة الأجبية زي ما قلنا كلها. نغمة الألحان بتبقى فيها نسك وخشوع. تمام. هو ده بقى الطقس الصيامي. ده طقس الصيامي. اوكي. الايام. الاحاد والسبوت هي بتبقى نفس الصلوات بس بتبقى بنغمه فريحي شويه. مش بيبقى بخشوع وزي الصيام الكبير. زي ايام الصيام. طيب حلو قوي. ممكن نقول حاجه كمان. العشيه. احنا عندنا في الصيام الكبير ما بيبقاش فيه عشيات غير يوم السبت. كنت عايزه اقول لك بس انا بشوف لا، العشيه يوم السبت بس، لان الحد يبقى فيه قداس يعني بدري. مفيش قبل الايام اللي بتسبق القداسات ما بيبقاش فيه عشيه؟ مفيش ولا يوم فيه عشيه، لان احنا بنصلي القداسات متاخره. ممكن في قداسات بتطلع الساعه 5. فما بيبقاش في ايام فيها العشيات دي. وبنصلي كل صلاه الاجبيه في القداس. حلو قوي. فما بيبقاش في عشيه في اي يوم من ايام الصيام. مفيش عشيه غير السبت. يوم السبت عادي نعمل عشيه، لان تاني يوم صباح الحد فبيبقى القداس بدري عادي زيه زي القداس بتاع يوم الحد. جميل قوي. طيب ممكن نقول حاجه كمان. الايام احنا عندنا الصيام الكبير ده بقى من حلاوته احنا بنصلي فيه كل الطقوس. كل الطقوس؟ كل الطقوس ما عدا الكيهكي. ماشي، منطقي. طيب ايه بقى هم الطقوس اللي بنصليها؟ احنا بنصلي ثانوي، بنصلي فريح، بنصلي صيامي، بنصلي حزيني وشعانيني. يعني قصدك ان كل دول بيتصلوا في الصوم. في الصيام الكبير. طب امتى بنصلي بقى الصلوات دي؟ أيوة. يعني امتى بنصلي فريحي؟ الصيام الكبير عشان مدته كبيره قوي كده. هم مش كتار ولا حاجه، بس هم 55 يوم فبنعدي على كذا عيد. الشعانيني عرفت انا اول واحده. طيب الشعانيني احنا بنقول الفرايحي. طب الفرايحي لا، الاعياد اللي بتيجي في الصيام الكبير: عيد دخول المسيح الهيكل. ماشي. ده بيجي ممكن اوقات يجي في الصيام واوقات ما بيجيش، بس هو السنه دي ما جاش في الصيام. ممكن اوقات بيجي في الصيام الكبير، فده ساعتها نصلي فرايحي فيه. بيتصلى فرايحي. ولو جه يوم في اي يوم في وسط الاسبوع ما بنصوموش انقطاعي، يبقى بيتعامل معامله العيد. بيتاخد طقس العيد لان ده عيد سيدي. طيب ايه تاني؟ عيد البشاره. عيد البشاره بيجي في الصيام الكبير، فبرضه بنصلي طقس فرايحي. وعيد البشاره عيد سيدي كبير. طب احنا ممكن يجي في الصيام الكبير نفطر؟ لا. ما بنتفطرش فيه. أيوة. بنفضل صايمين عادي فيه، بس لو جه في يوم في ايام الانقطاع
ما بنصوموش انقطاعي، وبنصليه فرايحي عادي وبنعامله معامله العيد. حلو. طيب ايه تالت عيد؟ ايه قول لي. عيد الصليب. عيد الصليب ده إيه ده بيتصلى شعانيني وعيد وحد الشعانين برضو بيتصلى شعانيني. فكده العيدين دول بيتصلوا شعانين. وعندنا شطور وعندنا العيدين اللي قلنا بيصلوا فرايحي هم عيد دخول المسيح الهيكل والبشاره. فكده 4 عيد. في عيد ناقص. ايه بقى؟ العيد اللي بيجي بس هو ما بنغيرش طقس الصلاه فيه، هو خميس العهد. خميس العهد ده من الاعياد السيديه الصغرى، وبيجي في اسبوع الالام. فطبعا احنا مش هنكسر الصيام ومش هنكسر اسبوع الالام ونفطر. فاحنا بنصليه حزيني وفريحي مع بعض، بندمج الاثنين. بس هو بيبقى طقسه حزيني لان هو بيتصلي في اسبوع الالام، فاحنا ما بنعرفش نفرح. بنفرح تاني يوم بقى في العيد، ذكرى اللي عملها المسيح ان هو كسر الخبز ودمه. تاني يوم في الجمعة العظيمة بيتصلب على الصليب ويموت عشاننا. فهم دول الأعياد اللي بنصليهم في أسبوع في 50 يوم أو 55 يوم بتوع الصيام الكبير. جميل قوي 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 بجد. يعني هي رحلة فعلا، هي رحلة ولازم ناخدها سوا ونتعلمها سوا. أنا بجد استفدت قوي 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 من المعلومات الحلوة دي. بس أنا حاسة إن أنت لسه عندك حاجات كتير عايز تقولها لي. هتقولها لنا امتى؟ احنا هنا في ما يطلبه المستمعون، احنا عايزين نتعلم عن الطقس اكتر واكتر. فيا ريت تدينا من وقتك وتجيلنا الايام الجايه. ممكن نبقى نعمل حلقه قبل اسبوع الالام عن الطقس بقى بتاع اسبوع الالام. حلوه انا بحب الحاجات الفوكس. ماشي. اشكرك جدا جدا يا مستر كوكو، وبنشكركم انتم كمان. كل سنه وانتم طيبين. يعني نستنى نعرف رايكم في الكومنتس، وتشيروا الفيديو ده لباقي الناس علشان كلنا نستفاد سوا. اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من رحلة في كنيستي. باي.